السلام عليكم أحبائي. تعرضت الفنانة المغربية نورة فتحي لهجوم حاد بسبب هديتها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، حيث ظهرت نورة فتحي وهي تهدي رئيس الفيفا صندوق باللون الأحمر وبداخله حذاء رياضيا ملفوف بعلم المغرب، حيث قالت نورة فتحي هديتها لرئيس الفيفا ترمز لمشاركة المغرب في البطولة ومشاركتها في أغنية لكأس العالم. وبسبب هذه الهدية تعرضت نورة فتحي لهجوم من نشطاء التواصل الاجتماعي، التي اعتبرها البعض إهانة لعلم المغرب، كما جاء آخرون بعكس هذا الهجوم، حيث اعتبرها أنها توحي بالصفارة على أن الحكم كان ليس عادلا في مباراة المغرب. ما رأيكم في هذا الخبر؟